وتعرفت عليها بكيفية مباشرة، احتكيت بها بمناسبة أشغال المؤتمر الاستثنائي، واللي تيناقش الأخت عائشة تيلمس بأنها امرأة ديال التغيير، لا في الكلمات ولا في التعامل ولا في الخطاب ولا في حياتها اليومية. التغيير جعل من الأخت عائشة إحدى المناضلات في البداية اللي فكروا بأن التغيير لا يمكن أن يتم إلا في شموليته. وأتذكر شخصيا موقفها بمناسبة تقديم تقرير الخاص بالأوضاع الاجتماعية ببلادنا، ولأول مرة في أدبيات الاتحاد تم التركيز بكيفية مستقلة على أهمية دور المرأة. لأول مرة تم التأكيد بكيفية واضحة أن التغيير لا يمكن أن يتم إلا بإشراك المرأة المغربية في جميع المجالات وعلى جميع المستويات. وأتذكر كذلك بأن الصراع الطبقي الذي كنا نعتبره ولا زلنا نعتبره، ولو أنه يكتسي أشكالا جديدة وصياغا مختلفة، كنا نعتبر بأن الصراع الطبقي هو محرك المجتمع وكذلك محرك التاريخ، وأن التغيير لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعميق الصراع الطبقي. والجديد بمناسبة المؤتمر الاستثنائي هو إدماج هذا البعد النوعي المجتمعي الجديد إذا صح التعبير، بأن الصراع لا يمكن أن يثمر إلا إذا فتحنا المجال للمرأة داخل حزبنا، وإلا إذا ناضلنا كذلك خارج حزبنا لتصبح المرأة المغربية فاعلا حاسما، فاعلا مؤثرا في مجرى الأحداث على المستوى السياسي بطبيعة الحال، ولكن كذلك على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي. إذن الأخت عائشة امرأة التغيير، واعتماد التغيير وجعل التغيير قيمة، جعل التغيير اختيار، جعل التغيير سلوك بالنسبة للمرأة المغربية. ونحن في منتصف السبعينات كان ذلك تحديا كبيرا، وكان كذلك رهانا كبيرا، لأن حزبنا في تلك الفترة كان ذكوريا، ولأول مرة تطرح المسألة النسائية بكيفية قوية، مع نوع من الابتكار، مع نوع من الاجتهاد، وطرح قضية المرأة. وأتذكر أن الأخ عبد الرحيم بوعبيد نظرا لكونه رجل المستقبل كان يرعى كل الأخوات الحاملات لهذه القيم. ولا بد أن أصارحكم إذا قلت لكم بأن النقاش في تلك الفترة كان نقاشا حادا، لم يكن بالنقاش السهل،
والمعركة التي خاضتها الأخت عائشة هي معركة أخوات، البعض منهن حاضرات اليوم وأخريات لم يستطعن مشاركتنا في هذا الحفل التكريمي. وهذه المعركة كانت تتطلب نوع من الجرأة، لكن الجرأة الهادئة. والأخت عائشة كانت تتميز بهذه الجرأة الهادئة، وكذلك التغيير وطرح القضية النسائية